هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ خلاص اتعلمنا ازاي نحدد الاشكال الاساسيه لجسمنا ووشنا، وازاي نعرف نتعامل معاهم نعمل لهم ستايلينج مظبوط. دلوقتي هنبدأ في جزء مهم هنتعلمه سوا، وهو عالم الالوان والأهميته. هنشرحه مع بعض بالتفصيل وبسهولة وبساطة زي ما اتعودنا، وعلشان كده هناخده على مجموعة أجزاء متتالية. تابعوها للآخر علشان هلملكوا كل حاجة عن الألوان في السلسلة دي، وهنكتشف قد ايه الألوان مش مجرد حاجة بنشوفها بعينينا، لكن ليها تأثير قوي جدا على نفسيتنا وعلى مزاجنا وعلى أسلوبنا كمان. هنمشي خطوة بخطوة ونفهم الأساسيات مع بعض، يعني ايه ألوان أساسية وثانوية وثالثية، وهنعرف كمان الفرق بين الألوان الدافية والباردة والمحايدة وغيرهم. وبعدها هنكتشف مع بعض ازاي نختار الالوان اللي تبقى متناسقة ومكملة لبعض، او حتى متقابلة، ونعمل بينهم توازن بصري رائع. السلسلة دي مش مجرد شرح نظري، دي هتكون تجربة هنخوضها سوا، ومع كل فيديو هنقرب اكتر ونفهم ازاي الالوان تقدر تغير من شكل لبسنا وستايلنا، وتخلي كل واحد فينا بصمة مختلفة عن غيره. ويلا بينا نبدأ الرحلة دي ونفتح سوا اول صفحة في عالم الالوان. وفي البداية هنشوف عجلة الألوان، وهي ببساطة الخريطة اللي بتعرفنا ازاي الألوان دي بتتكون وبتتفاعل مع بعض. عندنا 3 ألوان أساسية، هما الأحمر والأزرق والأصفر، ودول ما نقدرش نخلط أي حاجة مع بعضها ونطلعهم، لكن من خلطهم مع بعض بيطلع لنا ألوان ثانوية واللي هنشوفها دلوقتي. ولو خلطنا اللون الأساسي مع اللون الثانوي بتطلع لنا مجموعة ثالثية، زي الأخضر المزرق أو الأحمر البرتقالي. يعني عجلة الألوان دي مش مجرد نظرية، دي الأساس اللي هنفهم بيه ازاي نختار وننسق ألوان لبسنا. ويلا نتعرف مع بعض على تقسيمات الألوان، وأولهم الألوان الأساسية، وهم الأحمر والأزرق والأصفر، وهم أصل كل الألوان، يعني من غيرهم مفيش ألوان تانية. حاجة كده زي الحروف الأبجدية اللي من غيرها مفيش كلمات. وفي اللبس بتدي وضوح وقوة لأنها بتكون صريحة جدا. ولو بصينا على الأوتفيت دي، بلوزة حمرا سادة مع جينز أزرق، بيكون أوتفيت بسيط لكنه ملفت جدا لأنه قائم على ألوان أساسية واضحة. وتاني حاجة معانا هي الألوان الثانوية، وهما الأخضر والبرتقالي والبنفسجي، وبتتكون من خلط لونين أساسيين مع بعض. ولو جربنا نمزج فستان أخضر مع شوز برتقالي هيدينا إطلالة مرحة ومليانة بالحيوية، أو حتى فستان بنفسجي مع شنطة صفرة صغيرة هيدينا كونتراست قوي جدا وجذاب. وتالت حاجة الألوان المحايدة، وهما الأبيض والأسود والرمادي والبيج والأوف وايت، وهي بتكون ألوان هادية وأساسية بتسند أي لون تاني، وبتعتبر من الأساسيات في الدولاب لأنها بتدي أناقة بسيطة وسريعة جدا. يعني لو جينا اخترنا مثلا بلوزة بيج مع بنطلون اسود هيدينا ستايل كلاسيكي انيق وبسيط، او جينز ازرق مع بلوزة بيضة وسنيكرز. وكمان لو ضفنا عليهم شنطة حمرا صغيرة ساعتها الاوتفيت البسيط هيتحول لستايل ملفت جدا. وكده وصلنا للألوان الدافية، وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر، وهي ألوان قريبة جدا من الشمس والنار، بتدي طاقة ودفء، بيدي حضور قوي جدا وبتلفت النظر. زي مثلا لو اخترنا فستان اورنج في خروجه بالنهار على البحر هيخلي الإطلالة مشعة جدا وحيوية. أما الألوان الباردة فهي الأزرق والأخضر والبنفسجي، وهي ألوان بتكون قريبة من السماء والبحر والأعشاب، وبتدينا إحساس بالهدوء والأناقة، وبيكون فيها راحة كبيرة للنظر. زي مثلا لو اخترنا شميز أزرق فاتح مع بنطلون أبيض هيديني إطلالة منعشة وشيك. أو حتى اخترتي نفس الفستان الأورنج لكن باللون الأزرق فهيديكي إحساس بالهدوء والرقي. وعندنا كمان الألوان المكملة، وهي ألوان متقابلة في عجلة الألوان، زي الأحمر والأخضر، الأزرق والبرتقالي، أو الأصفر والبنفسجي. لما بيتحطوا جنب بعض بيعملوا كونتراست قوي جدا وبيبرزوا بعض أكتر، وبيدوا إطلالة جريئة وملفتة للنظر. زي مثلا لو اخترتي بلوزة بنفسجي مع شنطة صفرة هتديكي إطلالة مبهرة وهاي فاشن. والألوان المتجاورة، وهي ألوان قريبة من بعض في عجلة الألوان، زي الأزرق والأزرق المخضر والأخضر، بتدي تناغم وراحة للعين لأنها من نفس العيلة، وبتخلي الإطلالة تكون هادية ومتناسقة جدا. زي مثلا لو اخترتي فستان أزرق مع إكسسوار تركواز هيخلي الستايل متناغم ورايق. ودلوقتي هنيجي لآخر مجموعة معانا، وهي الألوان الثلاثية أو ألوان الفئة الثالثة. الألوان دي بتتولد لما نمزج
لون اساسي مع لون ثانوي جنبه على عجلة الالوان، وده بينتج عنه 6 الوان جديدة زي الاحمر البرتقالي، الاصفر البرتقالي، او الاصفر المخضر، او الازرق المخضر، او الازرق البنفسجي، او الاحمر البنفسجي. وفي اللبس الالوان دي بتديكي مساحة كبيرة للتجديد، لانها مش قوية ودرامية زي الالوان الاساسية، ومش هادية وخفيفة قوي زي الثانوية، لكنها لون وسيط بياخد جزء من شخصية الاتنين، وده بيخلي الإطلالة يكون فيها تنوع وعمق أكتر. زي مثلا لو اخترتي بلوزة باللون الأحمر البرتقالي مع إكسسوار أصفر، هيديكي لوك مليان طاقة ودفى من غير ما يبقى مبالغ فيه. الموضوع النهارده شكله بسيط، بس هو المفتاح اللي بيخلينا نعرف نلعب بالستايل صح. في الفيديوهات الجاية هنتعمق اكتر وندخل في الفصول اللونية ال4 وكمان ال12، لانها ليها نطاق اوسع وادق، وهنشوف ازاي كل واحدة فينا ليها الوان طبيعية بتخلي شكلها اجمل واكتر اشراقة. فخليكم معايا، لان الجاي هيخليكم تبصوا للالوان بنظرة جديدة تماما. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وقبل ما نقفل عايزة اسيب لكم 3 نصايح سريعة عن الالوان. اول حاجة، جربوا دايما تدمجوا بين لون بتحبوه ولون جديد عليكم، يمكن تكتشفوا تركيبة جديدة تديكم طاقة مختلفة. وتاني حاجة، خليكوا عارفين ان مش كل الالوان لازم تبقى صيحة او ترند، الاهم من ده ان اللون يليق عليكي ويعبر عن شخصيتك. ثالث حاجة هي ان الالوان مش بس في اللبس، دي كمان في التفاصيل الصغيرة اللي حواليكم زي الاكسسوارات والميك اب وحتى ديكور المكان اللي موجودة فيه. اتعلموا تستمتعوا بالالوان وما تخافوش تجربوا، لان الجمال في التنسيق وفي شخصيتكم اللي بتبان من اختياراتكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان بنات اكتر تستفيد. وباي باي مبدعين، واشوفكم على خير، واستنوني نكمل حكايتنا عن الالوان في الفيديو الجاي.